الجوكر في ذا كيلينج جوك كان مجرد راجل عادي، كوميديان فاشل اسمه الحقيقي مش معروف. حياته صعبة وشغله ضايع وفلوسه قليلة ومراته حامل ومحتاج ان هو يوفر لها اي امان. علشان كده بيوافق ان هو يدخل مع عصابة في عملية سرقة وهو لابس خوذة الريد هود علشان يخفي هويته. لكن في أسوأ يوم في حياته كل حاجة بتنهار مرة واحدة أول ما بيسمع إن مراته ماتت في حادث، ومع ذلك العصابة برضه بتجبره إن هو يكمل، والعملية بتفشل والشرطة وباتمان بيحاولوا إن هم يطردوه، والراجل الغلبان ده بيجري مرعوب لحد ما بيقع في حوض كيماويات وبيطلع منه بجلد أبيض وشعر أخضر وابتسامة ثابتة. واللحظة دي مش بس شوهت شكله، دي دمرت عقله كمان. وهنا بيفهم ان العالم ده مش عادل، وان اي بني ادم ممكن يتحول بالكامل لو مر بيوم سيء واحد بس. ومن اللحظة دي بيتولد الجوكر اللي احنا عارفينه، مش كشرير عادي لكن كرمز للفوضى. ودايما كان بيفكر باتمان ان الخط بين العقل والجنون ارفع من الخيط. والجوكر في ذا كيلينج جوك مش مجرد وحش، هو نتيجة يوم واحد بس قام بتحطيم قلبه وعقله وخلاه يسخر من العالم اللي دمره.